النهارده بقى لما دخلت مطار سفنكس حصل موقف كده عصبني شويه. انا حاجز شنطه 20 كيلو وحاجز شنطه فوق وشنطه تحت الكرسي، ده الحجز بتاعي من وانا جاي وانا رايح. ففي اخت كده طلعت على الكاونتر تقول لي لا حضرتك تدفع غرامه 40 يورو. طب بعد اذنك راجعي كويس وبعد كده قولي، ما تقوليش وبعد كده ايه تراجعي. قالت لا راجعت كل حاجه وكله تمام. هي عفرتتني بصراحه، هم اعتذروا في النهايه بس عفرتتني. هي مفكراني بكذب وانا مفكرها بتكذب. في سوء فهم حصل، اتضايقت بصراحه. ليه نعمل كده في بعض؟ في الاخر قالوا لي اصل احنا الجهاز ده ما بيظهرش عليه كل حاجه فلازم نشوف على الجهاز التاني. قلت لا طب ما كده في غلطه، يعني كده انا لو كنت انا بقى وافقت ادفع ال 40 يورو خلاص كان زماني خلاص دفعت 40 يورو ومشيت. صح، نتاكد قبل ما نقول للناس. ولا هي مثلا محاوله بقى انا احاول معاك بقى دفعت ما دفعش. لا طبعا عيب. بس في النهايه عرفوا غلطهم بصراحه، اتاسفوا كلهم اتاسفوا. حتى من شويه صغيرين جالي شاب صغير كده محترم قوي خجول يقف يكلمني فقال لي احنا اسفين جدا ومشي على طول. اتمنى يعني موقف زي ده ما يتكررش تاني. بصراحه عيب، خصوصا ان انا اصلا معايا وزن قليل ودي اول مره